لو انت صاحب بيزنس لسه بتبدأ او انت بتفكر تفتح بيزنس، الفيديو ده انا عامله علشان اقولك بيه نصيحة تسويقية ممكن ما تقابلهاش او ما تشوفهاش مع شركات كتير او ناس كتير هتقولها لك. بس لو انت بيزنس صغير، لسه حجم البيزنس بتاعك صغير، لسه ما عندكش سكيل عالي، او انت لسه عايز تبدأ مشروع ايا كان نوع المشروع اللي هتبدأه، سواء هتقدم برودكت او هتقدم سيرفيس، انا جاي اقول لك نصيحة تسويقية. لو انت اخويا او انت صاحبي او انت حد قريب مني وقررت ان انت تفتح مشروع، انا هاجي اقول لك نفس النصيحة دي بالظبط، مش هغير فيها اي حاجة. مبدئيا لو انت دلوقتي هتروح تفتح مشروع، هيبقى قدامك اختيار من 3 اختيارات، يعني مش هيبقى عندك اختيار رابع. بجد مش هيبقى عندك اختيار غير ال3 اختيارات دول. اول اختيار فيهم ان انت هتروح لشركة تسويق، تقول لهم انا عايز حد من الشركة او الشركة دي تقدم لي خدمة التسويق، يمسكوا البروجكت بتاعي، والبروجكت بتاعي 1 2 3 4. يا اما انت هتعين تيم عندك في المكان، تيم تسويق يشتغل لك، وطبعا لازم تكون فاهم تيم التسويق ده مكون من ايه وايه تخصصاته ومرتباتهم والحاجات دي. يا اما انت هتعتمد على نفسك وهتقعد تجرب كده وتقول ايه لحد ما ربنا يكرم. فانت مش هيبقى قدامك حل رابع كده كده. هما دول ال3 حلول لو انت هتفتح مشروع. طيب الحل الاولاني اللي هو ان انت تروح شركة تسويق. الحل الاولاني ده فيه ميزة وفيه عيب. ميزته ان انت بتوفر تيم تسويق كامل هيبقى شغال البروجكت بتاعك من غير ما انت بقى يبقى عندك عمالة وعندك مكاتب وعندك كهرباء وميه ومش عارف ايه والحاجات دي. لا، انت هتبقى مشغول انت في الحاجات بتاعت الاوبريشن بتاعتك، والتيم التسويق ده هو الشركة هي المسؤولة عنه، هو بس بيسلمك النتائج والارقام والحاجات دي. طيب ايه العيب بقى في الماركتنج ايجنسيز او شركات التسويق؟ ان شركات التسويق اللي انت هتقابلها هم 90% و10%. 90% منهم هيكونوا وحشين. ليه بقى هيكونوا وحشين؟ لان انت بالنسبة لهم هيبقوا باصين لك بصة ان انت سبوبة. انت واحد هيجي هيدفع بادجت شهري، البادجت ده هنعمل لك بيه بلان واستراتيجي وهنعمل لك حاجات حلوة وكونتنت كالندر وميديا باينج وي وي وي. وانت طبعا كحد لسه بيبدأ بيزنس مش هتبقى اوير قوي بالحاجات دي لو انت مش الباك جراوند بتاعتك ماركتنج، وده طبيعي يعني، ده مش تقليل من حد. اي حد مش في مجالنا مش هيبقى معظم المصطلحات دي بتبقى غريبة عليه وكده. فهتلاقي نفسك بتقول شكلهم شركة عندهم فعلا حاجة يقدموها وكذا كذا كذا وبتاع. بس اللي هيحصل مش هيكون كده. اللي هيحصل ان ال90% دول هيعملوا لك ديزاينز شكلها حلو، شوية اعلانات، شوية بوستز هتنزل مش عارف ايه، احنا هننزل لك يوم كذا الساعة كذا والكلام ده. في الاخر انت هتلاقي نفسك الشهر بيجيب شهر بيجيب شهر وانت ما بتوصلش في الاخر للحاجات اللي انت عايزها. فبالتالي انت هنا هتلاقي مشكلة كبيرة جدا. هتلاقي مشكلة ان انت ممكن تيجي بعد 3 شهور مع الشركة، ممكن تكون دفعت لك رقم وبتاخد وعود، والوعود دي مش شرط تبقى وعود صادقة، ولكن هم لازم ياخدوا منك البادجت الشهري، لان هو السبوبة قايمة على ان انا اخد من عميل و2 و3 و4 واعمل كالندر و2 و3 و4 وشقلب وقلب، والموظفين اللي هناك هتلاقيهم بياخدوا لهم 5 6 7 8 آلاف جنيه في الشهر وشغالين على 20 و30 اكاونت، وهي سبوبة وبتمشي. طيب ده نوع من الشركات. هل في نوع تاني كويس؟ 100% فيه. بس النوع الكويس ده اولا انت كواحد بيبدأ بيزنس مش مناسب ليك. ليه بقى مش مناسب ليك؟ لان النوع الكويس ده هو هيطلب منك رقم كبير جدا بالنسبة لك. انت ممكن تشوف الرقم تتصدم، يعني لما يجي يقولك انا هاخد منك اكس في الشهر، انت ممكن تقول انت مجنون ولا إيه؟ انت انا ده التانيين بيقولوا لي 10 و20 و30 الف، فالاكس ده اكتر بكتير منهم، فانت ممكن تستغرب. بس خليني اقول لك ان دي الشركه بقى اللي اصلا الاكس اللي انت هتدفعه لها ده هو اللي هيوصلك لفعلا الماركتنج الصح، الماركتنج المتكلف، الماركتنج اللي الناس بتدور عليه واللي انت هتقدر تشوف ارقامه. طيب هو ايه الماركتنج بقى اللي الناس بتدور عليه اللي انت تقدر تشوف ارقامه ده؟ بكل بساطه الماركتنج اللي انت هتروحه للشركات دي، اولا هيعينوا لك تيم هيكون بروفيشنال 100%. طبعا انت طبعا هتقعد معاهم وهتشوف وهتقابل وبتاع. طبعا ممكن يعني الشركات دي بتبقى اساميها معروفه، بتبقى شركات قديمه في الماركت فسمعتها معروفه ونجاحها طبعا مبهر وموجود يعني.
فالتيم اللي بيكون جوه ده هو تيم بيكون شاطر وناس خبره كبيره جدا، بالتالي هم بياخدوا مرتبات كبيره جدا. فلما هم بيشتغلوا في الاماكن دي، في الاماكن دي بيبقى هيكلها مثلا ان انا دلوقتي لو جبت اتنين تلاتة عملاء في الكوارتر، هم هيغطوا لي كده كده مرتبات الناس، وهيطلعوا لي البروفيت بتاعه، وهيطلعوا لي كل حاجه. فبالتالي انا مش محتاج منهم، فبالتالي العميل ده انا مش سبوبه. العميل ده انا مثلا عايزه يقعد معايا سنه واتنين وتلاته واربعه. فده بالنسبه لي كده انا تمام جدا. انت فاهم قصدي؟ في نفس الوقت التيم اللي موجود ناس خبرات وناس بتاخد فلوس كتيره، بس مقابل فلوسها دي هم بيدوك اللي انت بتشوفه اصلا، وتقول ده الماركتينج ودي السوشيال ميديا وده النجاح وي 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 كبزنس اونر. طيب ده هيبقى كوست كبير ليه عليك على ما تيجي تبتدي مشروع، لان انت ممكن تكون مش عامل حسابك ان الماركتنج بادجت وانت بتبدأ ممكن يوصل للارقام دي. طيب هي ايه اصلا الارقام اللي انت بتتكلم فيها دي؟ بكل بساطة، انا وجهة نظري ووجهة نظر برضو ناس تانية يعني في المجال انا سمعت لها، سواء في مصر يعني او بره مصر، بس بقول لك افريج يعني بالنسبة لمصر، انت هتكون محتاج تصرف على الماركتنج كل شهر ما لا يقل عن من 100 ل 150 الف جنيه. ما لا يقل، يعني ده المينيمم بتاعك، انت المينيمم بتاعك شهريا من 100 ل 150 ألف. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أنت سنويا معاك مليون ومتين ألف فيما فوق. طيب هل أنت دلوقتي لما هتيجي تفتح بيزنس هتسمع الكلمتين اللي أنا بقولهم لك دول هتقول عليا عاقل؟ لا، مش هتقول عليا عاقل، هتقول عليا عبيط. ما عنديش مشكلة، بس ده الواقع. أنت هتبقى محتاج تصرف على الماركتينج مليون جنيه كل سنة، مليون ومتين ألف فيما فوق، علشان تقدر فعلا تعمل حاجة. طيب انا لو ما عملتش ده، بص، ما روحتش للشركة، هنلجأ للنقطة رقم اتنين. ايه النقطة رقم اتنين؟ ان احنا نعين تيم ان هاوس. طيب انا دلوقتي عشان اجيب تيم ماركتينج هكون محتاج كالآتي، مينيمم هكون محتاج كالآتي: هكون محتاج كونتنت كريتور، وهكون محتاج ميديا باير، وهكون محتاج جرافيك ديزاينر وفيديو اديتور، وهكون محتاج مودريتور. طيب ده مينيمم، ومش طبعا ما قلتش بقى سوشيال ميديا سبيشالست، وما قلتش ان انا محتاج مانجر او تيم ليدر يليد التيم ده، لان التيم ده لازم حد يتحكم فيهم، واللي هيتحكم فيهم لازم يبقى فاهم شغلهم، علشان هم ما حدش يشغل دماغنا عليهم. فكده بنتكلم في ست افراد، ست افراد مينيمم، مينيمم، وفي ناس اكتر المفروض تشتغل في التيم، المفروض ناس اكتر تشتغل في التيم. طيب المينيمم دول، تعال نفترض ان كل واحد فيهم هياخد 15,000 جنيه في الشهر، 10,000، 15,000. انت كده بتتكلم في 60 70 ألف جنيه. طيب 60 70 ألف، واللي بياخدوا 10,000 جنيه هم ناس مش الاكسبيرينس اللي انت متوقعها، هي ناس ممكن تكون في النص بتخبط بتاع، فبرضه على حسب انت وشطارتك في اختيار الناس. وطبعا دي قصة تانية ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. طيب هي الناس دي دلوقتي 60 70 ألف، أنا دلوقتي هصرفهم. طيب هصرف لي اعلانات معاهم بقى، ما انا هجيب ميديا باير ليه؟ ما عشان يصرف اعلانات. ادفع لي 30 40 الف، 100 الف جنيه، 120 الف. ياسر طلع كلامه صح. طب طب ما هي طيب ما الماركتنج ايجنسي يا ياسر بتقول لك انا هاخد منك 20 الف 30 الف في الشهر، وهوفر لك التيم اللي انت تجيبه ب 120 الف. طب ما حلو جدا، روح بقى، ما انت لوجيك، احنا كده وصلنا للوجيك. الماركتنج ايجنسي بتاخد 30 الف جنيه، وهتوفر لك تيم فيه خمسة ستة. تفتكر هم ماسكين كام اكونت معاك علشان يجمعوا مرتبات التيم ده؟ ما هم دلوقتي الماركتنج ايجنسي دي مش فاتحاها سبيل، هم فاتحين عشان يكسبوا. طب ما صح فعلا، فاتحين عشان يكسبوا اسف. طيب هم دلوقتي عشان يكسبوا محتاجيني، ومحتاجين مثلا معايا خمس ست سبع تمن عملاء كمان، فهياخدوا 20 ألف مثلا في خمسة، 30 ألف في خمسة، 150 ألف. مرتبات التيم 60 70، وأنا أكسب مثلا 60 70 زيهم. حلو جدا، كلام حلو أوي. التيم ده بقى دلوقتي، التيم ده معاه 8 عملاء. انت في التمن ساعات بتوعه اللي بيشتغلهم، او العشر ساعات اللي بيشتغلهم، من ضمن التمن عملاء هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد ساعة، ساعة ونص، ساعتين. خلينا نقول ساعة ونص، خلينا نقول ساعة. ساعة في 5 أيام شغل يعني 5 ساعات في الأسبوع، 5 ساعات في الأسبوع يعني 20 ساعة في الشهر. طيب 5 ساعات في الأسبوع، وأنا لو جبت تيم إن هاوس هيشتغل لي 8 ساعات في اليوم. 8 ساعات في، يعني أنت متخيل 5 ساعات في الأسبوع؟ اليوم الواحد في الإن هاوس بيعوض أكتر من أسبوع في الشركات اللي تحت بير السلم هم 20 30 ألف. بيعوض. فهنا أنا اللي رحت بمصيري ورحت اديتهم فلوسي، فلما يضحك عليا ما اجيش ازعل او ما اجيش اشتم ان بتوع السوق نصابين، لان بتوع السوق مش نصابين. الشركات دول هم اللي نصابين، او هم اللي شايفينها سبوبة. فبالتالي احنا بنفوكس على الحتة دي.
طيب حلو جدا. النقطة التالتة اللي احنا قلناها ان انا اصلا ما اشتغلش ماركتنج. طيب هوصل لايه؟ بص، لو انت ما اشتغلتش ماركتنج مش هتوصل لحاجة. يعني مش هتوصل لحاجة، لان هتبقى موجود بس مش موجود. هتبقى عندك صفحة مثلا، عندك صفحات، عندك ويب سايت، عندك مكان اوفلاين، بس انت مش عارف الناس ما بتجيش ليه، مش عارف توصل للناس المسجز بتاعتك. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ انا هقول لك حل بديل. لو انت فعلا معكش بادجت خالص، يعني لو انت زيرو بادجت ماركتنج، انت قدامك حل. انا شايف ان هو دلوقتي بوتنشال كبير جدا، ممكن يفتح عليك ابواب حلوه جدا والله العظيم، من غير ما انت تعين تيم ماركتنج وكده. بس انت تكون ذكي في الموضوع ده. اولا انت محتاج موبايل جميل كده زي ده، مايك زي ده حلو كده. محتاج بقى تعمل ايه؟ محتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجه تعمل حاجه اسمها R&D. الار ان دي ده اللي هو حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت، بس مش تعمله للبيزنس. يعني اوكي كده المفروض يتعمل للبيزنس، بس انا بقول لك في السوشيال ميديا ماركتنج او في الديجيتال، يعني انت هتعمل الار ان دي ده. اولا انت هتيجي في مجالك تبتدي تدور على حاجات معينه، يعني هتدور على حاجه اسمها جابس او كونتنت جابس. طب الكونتنت جابس دي انت تدور عليها ازاي؟ اول حاجه بتعملها ان انت بتحدد الكوهورتس بتوعك. الكوهورتس دول اللي هم مين؟ اللي هم مين الاودينس بتوعي، ومين الناس اللي انا عايز اكلمهم، وايه السبيسيفيك سيجمنتيشن بتاعهم، ايه التفاصيل بتاعت الحال اللي هم فيه دلوقتي. يعني مثلا لو افترضنا ان انا دلوقتي ببيع مثلا لبس، مثلا ببيع هوديز مثلا، فانا بتارجت الناس اللي بتدور على هودي قطن مش ب2000 جنيه وب3000 جنيه، لا بقى اقل شويه مش عارف ايه. فبطلع الكوهورتس دول، ودي اول نقطه. بطلعهم بقى منين؟ بطلعهم من السيرش بتاعي بقى. السيرش بتاعي بقى في كل حته. ما انا دلوقتي بقى انا خلاص، يعني انا والماركتنج مع بعض. بص انا مش هدفع لكم 100 وال200 وال300 الف جنيه، انا هجيب اخرة الماركتنج ده. فهقعد بقى كده مع نفسي، اقعد ادور في كل الجروبس، ادور في كل مكان اقدر ادور عليه عن عن الناس دي. بيسالوا على ايه، بيدوروا على ايه، بيشتكوا من ايه، ايه رغباتهم، ايه احتياجاتهم، ايه البراندز اللي بيحبوها وبيحبوها ليه وبناء على ايه. وابتدي اطلع الكورس بتوعي دول واعملهم كده ان شاء الله. اكتبهم بورقه وقلم، هات ورقه وقلم واقعد اعمل كده مربع، واكتب الكوهورت ده رقم واحد، الناس اللي بتدور على هوديز قطن مش ب2000 و3000 جنيه. طيب وبعد كده اخد سكرين شوتس كده من موبايلي لكل الناس دي. ابتدي بعد كده اروح على حاجه اسمها سيجنالز. السيجنالز دي بقى اللي هي الاشارات. هروح الاشارات اشوف اشارات السوق في الحته دي بتقول ايه، فابتدي ادور عند الانفلونسرز اللي بيعملوا اعلانات للحاجات دي. ابتدي اشوف الناس اللي بتعمل محتوى عن اللبس، ابتدي اشوف البراندز اللي بتعمل محتوى عن اللبس، ابتدي اشوف اللوكال براندز اللي بتعمل محتوى عن اللبس، ابتدي اشوف اي حاجه تخص الملابس في مصر. واقعد كده كل يوم مثلا امسك لي 40 50 60 بيس اوف كونتنت، اقعد احللهم تحليل دقيق جدا جدا. اشوف الكومنتس كلها واشوف الناس بتقول ايه في الكومنتس والناس بترد عليها ازاي. احلل كل حاجه. لما انا احلل الحاجات دي هاخد سيجنالز، يعني هاخد اشارات. طيب الاشارات دي بقى انا هعمل بيها ايه؟ الاشارات دي والله بتقول لك ببساطه ان الكوهورت الفلاني اللي انت طلعته ده والاشاره الفلانيه دي بيوصلونا لحاجه، بيوصلونا ان دي حاجه الناس عايزه تعرفها، الناس عايزه تسمعها، الناس عايزه تجربها. طيب حلو. هاخد انا بقى الحاجات دي اعمل بيها ايه؟ هبتدي بقى ادور على اجابات السيجنالز دي. هل الحاجات دي موجوده كفايه ولا لا؟ فانا هيبقى عندي حاجتين، هيبقى عندي حاجه اسمها ديماند، وحاجه عندي حاجه اسمها سبلاي. الديماند ده اللي هو الطلب، تمام. السبلاي اللي هو توفر الطلب ده عامل ازاي. طيب الطلب هنا مثلا ان الناس بتدور، هي عايزه تفهم اشتري الهودي ابص على ايه مثلا لما اجي اشتري الهودي واتاكد انه قطن. فده كده مثلا طلعناه من السيجنالز. انا بديك مثال مثلا. هبتدي اشوف في الديماند بتاعي، اخش اسيرش على تيك توك، على انستجرام، على فيسبوك، على يوتيوب، على كل المنصات اللي ربنا خلقها، وابتدي اشوف هل في ناس بتجاوب على ده ولا لا. طيب لو لقيت ناس بتجاوب على ده، حلو جدا. انا كده خدت انديكيتور ان ده في سبلاي. طيب الناس دي بتجاوب اجابات كافيه؟ لا. طيب الفورمات بتاعت الفيديوز بتاعتهم عامله ازاي؟ طلع الفورماتس. بيعملوها مثلا فيديو زي اللي انا بصوره، بيعملوا فويس اوفر، بيعملوا مش عارف كاروسلز، بيعملوا ايه. دي كده بوينت. طيب مفيش، يبقى انا هنا عندي جاب. يبقى انا هنا مثلا اجيب الكاميرا بتاعتي بقى واجيب المايك بتاعي وابتدي انا اجاوب على السؤال ده. لو انا واحد جه سالوني في الشارع، انا هشتري منك يا باشا الهودي القطن اللي انت بتقول عليه، بس ازاي اتاكد ان هو قطن؟ قول لي اتاكد بطريقه 1 2 3 4 5. ابتدي انت بقى نزل كونتنت زي ده. الكونتنت اللي انت بتعمله ده
لما الناس هتبتدي تشوفه والناس هتبتدي تعرفك، هتبتدي تفهم ان انت عندك فاليو معينة وعندك مسج معينة عايز توصلها لنا. طيب هو ايه اصلا الماركتنج؟ الماركتنج ان انت بتوصل مسج للاودينس بتوعك، تروح للاودينس الصح، توصل لهم المسج الصح، تانفلونس فيهم. تمام، انت كده ماشي كويس. طيب انت لو عملت ده، انت كده هتبقى 100 فل و10. طيب الماركتنج ده بقى هيبتدي يبني لك قاعدة من الناس تبتدي تتابعك، تبتدي تشوفك، تبتدي تفهم ان انت فاهم، يبتدوا يقترحوا عليك اسئلة، فبالتالي هم اصلا هيجيبوا لك افكار للمحتوى من غير ما انت تكون بتعرف تجيب افكار. وده هيوصلك لنتيجة طبعا قوية جدا في مدة قليلة بإذن الله لو انت عملته صح يعني. طيب بكل بساطة ده هيخليك تقدر تتحرك وتقدر تقول للناس انا دلوقتي ببيع في حاجة الفلانية، ممكن تشوفوها، ممكن تجربوها and so on. فهنا اللي انا عايز اوصله ان انت ده الحل الثالث من ضمن 3 حلول، هو اكثرهم مجهودا ولكن هو اوفرهم ماديا. طيب الحل الاولاني بتاع الماركتنج ايجنسيز هو احسنهم مجهودا لو انت اخترت المكان الصح، اعلاهم ماديا. هو والان هاوس يعني ممكن يكونوا ماديا في سوا بعض، بس الان هاوس محتاج اعلاهم برضو مجهودا، لان انت فكرة ان انت عندك تيم، انت مسؤول عن مرتباته، مسؤول عن المكان اللي هيشتغلوا منه، مسؤول عن توفير ليهم كل حاجة تخص الحق الموظف يعني، مسؤول عن ادارتهم، مسؤول عن كل حاجة. فكل حاجة ليها مميزات وعيوب، ولكن في الآخر ده الواقع وده السوق اللي موجود، ده بجد اللي بيحصل على أرض الواقع. أنا مش هقولك اشتري كورس، ولا هقولك إن تعالى اشتغل في الايجنتس بتاعتي، أبيع لك الايجنتس بتاعتي خدمات، ولا هقولك هاتني عندك ان هاوس عشان أمسك لك تيم، ولا هقولك أمسك لك الشغل أنا اللي أنا بقولك اعمله لنفسك وأعمله لك أنا وآخد منك فلوس. أنا مش هقولك أي حاجة من دول. انا كل اللي هقوله لك ان دي نصيحة، ربنا يشهد، ربنا يشهد ان هي صادقة. لو انا اخويا هيفتح مشروع هقولها له، ولو واحد بعزه هيفتح مشروع هقولها له. اللي انا عايز اقوله في الاخر ان الماركتينج مش مجال سهل او صعب، ولكن محتاج يتعمل صح بتكون نتائجه مبهرة، محتاج يتعمل بنظام، محتاج يتعمل بعقلانية، مش اللي هو كلمتين 3 بيتباعوا عشان نجيب منك الحصة الشهرية وشكرا. بس فدي خلاصة. لو انت صاحب مشروع صغير، حجم البيزنس بتاعك صغير، او انت عايز تفتح بيزنس، اتمنى ان الفيديو ده تشوفه قبل ما تعمل حاجة من الحاجات اللي انا حكيتها في الفيديو. وبجد لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال او اي حاجة تخص الماركتينج او البيزنس، اكتب لي في الكومنت وانا باذن الله ارد عليك على طول. واتمنى ان الفيديو حتى لو طويل وممل، بس هو فيه فعلا معلومات وخبرات وتراكم سنين، فيا رب يكون عجبك. لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وتشترك وتسيب لي اي كومنت لو انت عايزني اجاوبك على اي سؤال. سلام.